أكبر وادي في شبه الجزيرة العربية، ومساحته تزيد عن 40,000 كيلومتر مربع. تاريخه يعرفه كل حكام العالم. مين؟ هو؟ وين؟ حضرموت. سبب تسميتها بحضرموت، كان في ملك يحكم هذه المنطقة اسمه عامر بن قحطان. هذا أول شخص نزل إلى الأحقاف بعد قوم عاد، فكان هذا الآدمي إذا حضر معركة حضر مع الموت، قاتل سفاح درجة أولى، فسميت حضر موت. من اللي سكنها؟ سكنوها قبيلة كندة من السكاسكة والسكون. بعدما انهدم سد مارب اتجهوا إلى حضرموت، وأسلمت حضرموت بعد إسلام وائل بن حضر الكندي الحضرمي. وكانت حضرموت يا عزيزي لها دور كبير في نشر الإسلام في ماليزيا وأندونيسيا وسنغافورة وتايلاندا وملاوي وبورنا والهند والصومال وأثيوبيا وجزر القمر والفلبين. يعني نص دول العالم انتشر الإسلام فيها بسبب أبو حضرم. وأصول الحضارمة منتشرة بأغلب شرق آسيا، حيث بلغ عدد أصولهم في صحيفة CNN 25 مليون نسمة. وكانوا يتصفوا الحضارمة بالأمانة، يعني كنت بتشوف أغلب القضاة حضارمة. سبب إيش؟ أمانتهم وصدقهم، لدرجة إنه معاوية بن أبي سفيان كتب رسالة إلى عمرو بن العاص قال له: اسمع، لا يتولى القضاء في مصر إلا حضرمي فإنهم أهل أمان. وعاد أصولهم بالفن حدث ولا حرج. عندك أبو يوسف الكندي، هو أول من وضع السلم الموسيقي وقواعد الموسيقى والنوتات الموسيقية. عندك امرؤ القيس الكندي من أعظم الشعراء، ما يحتاج له تعريف. عندك الزير سالم بن عمنا وبن خلدون بن عمنا. وعاد الحضارمة في العصر الحديث لهم قصص لا تنتهي. من أول من أسس بنك في السعودية؟ أكيد أبو حضرم سالم بن محفوظ. ومن اللي قام بتوسعة الحرمين الشريفين ومسجد قباء وجسر الجمرات؟ أكيد مجموعة بن لادن الحضرمية. عاش أبو حضرم. وأكبر شركة وقود وأكبر شركة تعبئة وأكبر مطار في القاهرة، ولهم بصمات عظيمة في سنغافورة وماليزيا. لا مو لهنا وبس، صاروا حتى رؤساء دول في غير اليمن، مثل أحمد عبد الله الصامبي رئيس دولة جزر القمر. حضرمي بالمختصر يا عزيزي، حضرموت هي رأس اليمن، وباقي اليمن عبارة عن جسد. وتحية لأبو حضرم.